يا ويشي ويشي شوفوا الخلاني، شوفوا الخلاني، يا ويشي ويشي ليلى شوفوا الخلاني، شوفوا الخلاني. سمر وشعر وغناء باللهجة الحسنية، هكذا اعتادت نعيمة أن تمضي أمسياتها رفقة صديقاتها. نعيمة طالبة صحراوية باحثة بكلية طب الأسنان، لم تنسها السنوات السبع التي أمضتها بالرباط شغفها وولعها بالموسيقى الصحراوية. الموسيقى تعتبر هي ذاك الحبل اللي يربطنا بالصحراء، اللي يخلينا نستحضر الحنين. تمسك نعيمة بعاداتها الصحراوية ليس استثناء، ففاطمة والتي تنحدر من مدينة آسا والتي تدرس بمدينة الرباط تؤكد بدورها على تشبثها بهذه العادات والتقاليد. الحمد لله عادات صحراوية وتقاليدنا مزنا مشبتين بهم. الملح في مزنا لبسوها حامدين منانا أتاي لابد أن تعرفي يا رجاج هذا اللي جاي مشوار الصحراء المشرب أتاي لابد يوجعنا راس أتاي. شرب أتاي أو الشاي الصحراوي إذن عادة أساسية لم تستغني عنها بنات الصحراء، على عكس مظاهر ثقافية أخرى كارتداء الملحفة، كما توضح ذلك السالكة إحدى الطالبات الصحراويات بكلية العلوم بالرباط. الجو شوي الواحد وين يجي من الصحراء يجبر جو حامي، يجي هون البرد والسحاب غير يتعود يولي يعرف يلبس كيفهم، يشري حوايج ديال البرد. الملحفة نقد نقول لك عني نخليها للصلاة مثلا في الشومبر نصلي بها، ولا شي جلسة مع الطفيلات. بالنسبة للدرجة المغربية نضطر عني نبدل كلامي لأنه عنه ياسر من الكلام ما يفهمه ولا يستوعبوا التواصل ما حصل. تحقيق التواصل إذن غاية الطالبات الصحراويات اللواتي يلجأن للحديث بلهجات أخرى على الرغم من حبهن وتمسكهن بهذه الثقافة، ثقافة الصحراء.